ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا جايب لكم النهاردة قصة اشهر لقة في التاريخ. لقة اللي غيرت مجرى التاريخ كله، اللي قالتها ست سودة حرة مستقلة، روزا باركر. روزا باركر دي ست كانت شغالة خياطة في امريكا، وكانت بترجع كل يوم متأخر بالليل زي اي واحدة شقيانة وتعبانة، وبتركب الاتوبيس بتاعها وهي مروحة. وفي يوم وهي راجعة بيت متأخر، كان 1 ديسمبر 1955، وقاعدة في الاتوبيس، واول كرسي فاضي شافته ولقيته راحت قعدت عليه. وبعد كام محطة كان الاتوبيس بقى زحمة ومليان جدا، وطلع راجل ابيض وقعد يبص ملقاش ولا كرسي فاضي. راح عند الست السودة قال لها قومي من مكانك، قومي انا عايز اقعد. بصت له روزا كده وبكل هدوء وقالت له لا. فجأة الاتوبيس كله اتقلب، وحتى الرجالة والستات البيض اتجننوا. ازاي الست السودة ديت تقول لا وما تقومش من المكان؟ وفجأة سواق الاتوبيس بطل الاتوبيس ووقف، وراحوا على اقرب اسم وراحوا عملوا لها محضر. وبعد كده كل الناس السود في امريكا اتجننوا، ازاي ده يحصل؟ وقاموا عملوا حملة مقاطعة لمدة 381 يوم، ومحدش فيهم ركب مواصلات خالص. ومن ساعتها بدأت امريكا تاخد اولى خطوات نحو العدالة. روزا باركر ماتت سنة 2005 عن عمر 90 سنة، وكرموها تكريم ما حصلش. بس الحقيقة ان التكريم الحقيقي دوت هي اخدته في اليوم اللي قالت فيه لا. عارف يعني ايه تقول كلمة لا في الوقت اللي كله بيقول حاضر؟ يعني تبقى بطل حتى لو انت كنت راكب اتوبيس.